أهلا يا صحابي، أنا لولو هاخدكم النهاردة في حدوتة جميلة عن الباب السحري والأحلام. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتكملوا الحدوتة للآخر. كان يا مكان في غابة كبيرة، لما الليل بيجي كل الحيوانات بتنام، لكن كان في أرنب صغير اسمه لولو. لولو كان دايما بيفضل صاحي شوية قبل ما ينام. كان عنده عادة غريبة، كل ليلة بيطلع يقعد عند أكبر شجرة في الغابة. كان بيقول إن الشجرة دي فيها سر. وفي يوم جمع الحيوانات وقال لهم أنا حاسس إن الشجرة دي وراها سر، بالليل بتكون غريبة. الحيوانات ما كانتش مصدقاه، فقال لهم لولو خلينا نتجمع كلنا بالليل ونشوف الشجرة. ولما جه بالليل واتجمعوا، الشجرة ما حصلتش فيها حاجة. الحيوانات قعدت تضحك عليه ويقولوا يا لولو دي شجرة عادية، لكن لولو كان متأكد إن فيها حاجة مختلفة. وفي ليلة هادية جدا، القمر كان كبير والنجوم مالية السما. كان لولو قاعد تحت الشجرة بيبص للسما بهدوء، وفجأة الشجرة بدأت تلمع بنور خفيف، وفجأة ظهر باب خشب في جذع الشجرة. دهش لولو جري ناحية الباب، لقى جواه نفق سحري. مشي لولو لحد ما النفق انتهى ودخل مكان جميل وغريب. المكان ده كان مليان أحلام الأطفال، أحلام كتيرة جدا كانت بتطير في الهوا. في حلم طفل بيطير فوق السحاب، وفي حلم ديناصور لطيف بيلعب كورة، وأحلام تانية كتير. وقف لولو يبص حواليه بدهشة، وفجأة ظهرت سلحفاة كبيرة لابسة نضارة. قربت من لولو بابتسامة هادية وقالت أهلا يا لولو، احنا مستنيينك من بدري. استغرب لولو وقال مستنييني أنا؟ ابتسمت السلحفاة وقالت بلطف أيوة، لأنك دلوقتي هتبقى حارس الأحلام. وبهدوء رفعت السلحفاة تاج صغير لامع وحطته فوق راس لولو، وفجأة التاج بدأ يلمع بنور هادي. وبعدها ابتسم لولو ومسك العصاية بحماس. ومن يومها كل ليلة لولو بيفتح باب الليل السري، وبعدها يرفع لولو العصاية بهدوء، فتطير فقاعات الأحلام في الهواء وتدخل الأحلام بهدوء. ولما الفقاعة تلمسهم بيبتسموا، لأنهم كده بدأوا يشوفوا أجمل الأحلام. وعشان كده لو نمتوا كويس النهاردة، ممكن لولو الأرنب يبعت لكم أجمل حلم في العالم. تصبحوا على خير.